السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار رجالة؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وناخد ثواب. عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. سيراميكا كليوباترا بيفرم المصري، بيفرم المصري حرفيا. بيفوز عليه في نهائي كأس الرابطة برباعية، في ظل بقى تألق بقى نجوم الأهلي القادمين إن شاء الله، صلاح محسن، محمد شكري. محمد شكري ده يا جدعان أنا قلت عليه من سنة إن الولد ده هو خليفة علي معلول، هو ده الوحيد اللي جاهز يركب على طول مع علي معلول ويستفيد من خبرات معلول، لان الولد ده عاجبني جدا جدا جدا. ناس بقى تقول لك بقى ايه ليه المصري اتغلب؟ المصري اتغلب عشان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه، فلازم تفكر كانك انت زيهم. المصري اتغلب عشان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه، وعشان المصري بيدربوا طارق السيد اللي هو زملكاوي، اللي هم متعودين ان هم بيخسروا في النهائيات. ده سبب علمي ومنطقي، ما على الدغري هتتكلم كوره مع البشر ده، البشر ده ما بيفهمش. طبعا حسين لبيب رئيس سابق نادي الزمالك اللي قعد 6 شهور، الراجل قعد 6 شهور، مرتضى عايز يشيله الليله بكلها، يقول لك هو السبب في حوار امام، هو السبب في في شيكابالا، سايب الخزنه بتاعت النادي فيها مش عارف 6000 جنيه ولا 600 جنيه، مش عارف. هو كان هيشتري بيهم حاجات يعني، كان ده عشا هيجيبه ونسيه في الخزنه. المهم الراجل قال لك لا يا جدعان مفيش الكلام ده، انا سايب النادي بالارقام. قال لك انا سايب النادي، راجل شكله يعني ايه مركز، قال لك انا سايب النادي في ما يقارب من 15 مليون جنيه، وفنطهم لك بقى مش عارف في حساب البنك الاولاني وحساب البنك الثاني، وفي الخزنه كان في قد ايه. راجل مركز. وقال لك امام عاشور انا مضي عقد 4 سنين، المفروض ان انا بقى مشيت، المفروض بقى الناس اللي بعد توثق العقد اللي هو مرتضى، لكن مرتضى ما وثقش العقد ليه؟ وبقى الراجل الدنماركي ليه؟ يا ترى ليه؟ عمولات يا باشا. الراجل ده ما بيحبش الزمالك، اسمع مني، الراجل ده بيستفيد من الزمالك وبيعمل شو بان هو رئيس الزمالك. زائد ان قصه شيكا، الراجل قال لك انا ما اعرفش عنها حاجه، انا اصلا قعدت 6 شهور، ازاي بتحملونا؟ عايزين تحملونا كل اللي حصل في الزمالك ده في الشهور؟ الراجل خد دوري اصلا مع الزمالك في 6 شهور دول. فطبعا الحل بقى يا عم حسين لبيب ايه؟ قال لك الحل احنا والزملكاويه اللي فعلا بيحبوا النادي، الحل احنا هنعملوه في الايام القادمه، اللي هو بيلمح لقصه الانتخابات وان لازم نبعد مرتضى منصور. وانا فعلا شايف ان ده الحل. لو انت ما بعتوش الاهلي هيشتري كل النجوم اللي في الزمالك، وهتشوف هيفضيه فعلا. طبعا في المستوى دوت نقوله نتكلم بقى، نطلع بره شويه الكره المصريه، لان حاجه كده بقى مش تمام. ليو ميسي يا جدعان، الولد ده فريق انتر ميامي دوت بيصارع، وفريق انتر ميامي ده ليه مثلا اكتر من 12 مباراه ما فسي. اول ما نزل من اول مباراه ضربه حره جابها جول من غير عصبيه، ولا مثلا كريستيانو تحس ان هو قبل ما يشوط الفاول بيقعد يتنفس ويركز ومبرق، الولا ميسي واقف عادي خالص، حكم صفر دخل حطها. ليه بقى ده يعني دي التركايه، الفرق بين ميسي ورونالدو ان ميسي موهوب، موهوب حرفيا. كريستيانو اشتغل على نفسه مجهود وتمرينات وتركيز وتسديد، لكن ميسي موهوب من غير ما بيعملهاش بعصبيه، بيعملها بسهوله، اللي هو السهل اللي هو صعب على الناس التانيين، بالنسبه له هو سهل. طبعا بالضربه الحره اللي جابها ديت ميسي بيتجاوز زيكو ومارادونا في تسجيل الركلات الحره، اصلا هو متجاوز كريستيانو رونالدو ب3 ركلات. خليك يا كريستيانو في النصر السعودي، واقعد قول لنا السعوديه والدوري السعودي سادس دوري على العالم، واقعد قول اي كلام مش منطقي. الولد ده بيثبت ان هو ميسي موهوب. سيبك من بقى كلام كريستيانو مجتهد، بس ميسي اللي هو من غير ما حد يعلمه حاجه، هو راجل موهوب. ده رايي، ده التركايه، الفرق اللي بينهم وبينهم اتنين لعيبه كبيره، بس ميسي موهوب اكتر. على الجانب الاخر العربي القطري بيتعاقد مع عمر السومه بعد موسم. عمر السومه ده انا كنت نفسي يجي الاهلي، مو بس كبير في السن ما ينفعش يجي دلوقتي. تألق غير طبيعي مع العربي السنه اللي فاتت. اشتراه بقى العربي القطري من الاهلي السعودي، والراجل وافق انه يقعد، يعني قطر دي ما حدش بيلعب فيها وبيرضى يمشي. جنة الكوره في العالم قطر صراحه. طبعا هنتكلم طبعا عن النادي الاهلي بتاعنا في المواجهه المرتقبه مع الحاج بيراميدز. واحده واحده كده، عشان ايه الناس دي عايزين ناخدهم على الرايق، وهقول لك احنا ليه عقده ليهم، والدور جاي عليهم. الدور النهارده على بيراميدز.
الاهلي في مواجهه بيراميدز لترسيخ العقده. وهقول لك ليه برضو الاهلي عقده لبيراميدز. الاهلي النهارده هيواجه بيراميدز في الدوري المصري، ورغم ان كولر مستبعد 3 لعيبه في منتهى الاهميه، يعني مستبعد كهربا، مستبعد بيرسيتاو، مستبعد محمد هاني، لحصولهم على راحه. شوف الراجل ده قلبه ميت، اقسم بالله كولر ده قلبه ميت. الاهلي بقى اخر 3 مواجهات مع بيراميدز فاز عليهم في الدوري 3-0، في الكاس مصر 2-1، في كاس السوبر الاخير اللي هو لعب ضحك على الزمالك لعب مكانه فاز 1-0. ليه الاهلي بقى عقده لبيراميدز؟ مش بيراميدز اللي اتعمل عشان يبقى عقده ليه، لا الاهلي اللي بقى عقده ليهم. الاهلي في اخر 10 مواجهات مع بيراميدز فاز 6 ماتشات، اتعادل 3 ماتشات، خسر ماتش واحد بس. مستنيك يا بطاطسايه ماتش بيراميدز. توفيق طبعا للنادي الاهلي. ما تنساش اشتراكك في القناه يا صاحبي لو كنت وصلت لغايه هنا عشان تتابع كل جديد. جيش اللولو تيوب ان شاء الله دايما فوق، وهننجح مع بعض يا رجاله.